صباح الخير، مساء الخير، أهلا بيكم من أي مكان. انتوا في بودكاست تي توكس. أهلا بيكم. النهاردة هنتكلم عن تطوير الشخصية، واحدة من أهم الحاجات في الحياة. بس الحقيقة المرة إن محدش بيعلمنا ده، لا في مدرسة ولا في كلية. فكروا فيها كده، بنقضي سنين بنتعلم حساب وتاريخ وعلوم، بس لما بنيجي للعالم الحقيقي، إزاي تكون واثق من نفسك، إزاي تأثر في الناس، إزاي تعبر عن نفسك، إزاي تطور شخصية تخلي الناس تحترمك، محدش بيعلمنا الحاجات دي. وعشان كده الناس بتصرف آلاف الجنيهات على كورسات تطوير الشخصية وعلى كتب المساعدة الذاتية وبرامج التدريب، لأنهم من جواهم عارفين إن من غير شخصية قوية النجاح بيبقى شبه مستحيل. تطوير الشخصية مش بس إنك يبقى شكلك حلو أو تتكلم كويس، ده عن إزاي الناس بتشوفك وبتسمعك وبترد عليك. ده عن إزاي بتسيب أثر في كل مرة بتدخل فيها أوضة، أو كل مرة بتكلم فيها حد، أو كل مرة بتقدم فيها نفسك. طب أقولك على حاجة، أنت مش محتاج كورسات غالية ولا محتاج تصرف آلاف الجنيهات، لأننا في عالم النهاردة عندنا الإنترنت. لو أنت بجد عايز تحسن نفسك، كل حاجة موجودة. المعرفة بلاش والتعليم سهل والنمو ملوش حدود. النجاح بقى أسهل من أي وقت فات، لأن كل حاجة تحت صوابعك. بس في نفس الوقت الموضوع أصعب من أي وقت فات، عشان الناس مشتتة. فكروا فيها كده، من 10 سنين ما كانش فيه موبايلات ذكية، ولا تقليب ملوش نهاية في السوشيال ميديا، ولا محتوى تافه مخلي الناس مدمنة. بس النهاردة الناس بتقضي ساعات بتتفرج على فيديوهات ملهاش لازمة، وبتقلب في انستجرام، وبتتفرج على نتفليكس. بيعملوا كل حاجة إلا إنهم يحسنوا نفسهم. أكبر مشكلة النهاردة مش نقص الفرص، هي نقص التركيز. لو قدرت تسيطر على تركيزك وتستخدم التكنولوجيا بذكاء وتطور مهارات، هتسبق 99% من الناس. وده بالظبط اللي هنعمله في البودكاست ده، لأني بوعدك بده. على آخر البودكاست هتفهم بالظبط إزاي تطور شخصية قوية تخلي الناس تحترمك وتسمع لك وتحب تكون موجودة حواليك. النهاردة هقولك على 10 مهارات هيغيروا حياتك للأبد. بس لو كنت لسه مشتركتش في القناة، اعمل سبسكرايب بسرعة، ويلا بينا نبدأ. أول مهارة هي مهارات التواصل. هي مفتاح التأثير والثقة والنجاح. خلينا نكون واضحين جدا، قدرتك على التواصل هي أقوى مهارة ممكن تطورها في حياتك. لو قدرت تتواصل كويس، هتكون واثق أكتر، وهتبني علاقات أقوى، وهتسيب انطباع ما بيتنسيش عند الناس. بس هنا المشكلة، أغلب الناس فاكرين إنهم شاطرين في التواصل، بس في الحقيقة هم لأ، بيعملوا كل الأخطاء المشهورة. ما بيحافظوش على لغة العيون، بيتكلموا بسرعة قوي أو ببطء قوي، بيستخدموا لغة جسد ضعيفة، ما بيعرفوش يسمعوا بجد، ما بيعرفوش يعبروا عن نفسهم بوضوح. لغة العيون هي لغة الثقة الصامتة. تخيل بتكلم شخصين مختلفين، واحد عمال يبص بعيد وبيهرب من عينك، والتاني محافظ على لغة العيون وهادي وباين عليه الثقة. هتحترم مين أكتر؟ طبعا الشخص التاني. لغة العيون هي أساس الثقة. لما بتهرب بعينك بتبان مهزوز، وبتبان مش محل ثقة، والناس مش بتاخدك بجدية. طيب تتدرب على ده ازاي؟ المرة الجاية وانت بتكلم حد، حاول تحافظ على لغة العيون لمدة من 3 ل5 ثواني. ما تبحلقش وما تبصش في الأرض، بس خلي نظرتك مستريحة، وهز راسك بشكل بسيط وانت بتسمعه. العادة البسيطة دي هتخليك فورا تبان واثق من نفسك أكتر. كمان قوة الكلام بالرتم الصح.
ناس كتير يا إما بتتكلم بسرعة قوي عشان متوترين، يا إما بيتكلموا ببطء قوي ويمللوا اللي بيسمع. السر إيه في الموضوع ده؟ إنك تتكلم بطريقة هادية ومسيطرة وقوية. المرة الجاية وإنت بتتكلم اسكت ثانية، اعمل بوز قبل ما تقول نقطة مهمة. بطأ كلامك شوية لما تعوز الناس تفهم حاجة بعمق، وسرع شوية لما تعوز تخلق حالة من الحماس. التكتيك البسيط ده بيخلي كلامك جذاب وقوي أكتر. نروح بقى لفن الاستماع، وده اللي بيخلي الناس تحترمك فورا. أغلب الناس بتتكلم كتير قوي، بيفضلوا يفكروا في اللي هيقولوه بعد كده بدل ما بيسمعوا بجد. أحسن ناس في التواصل بيسمعوا أكتر ما بيتكلموا. وده ليه؟ لأنك لما بتسمع بجد الناس بتحس إن ليهم قيمة وبيحترموك أكتر وبيفتكروك كشخص بيفهمهم. المرة الجاية وانت في حوار جرب ده، بدل ما تفكر في ردك ركز تماما في اللي الشخص التاني بيقوله، ولما يخلص كلام اسكت ثانية قبل ما ترد. هز راسك بشكل بسيط وانت بتسمع عشان تبين انك مهتم. العادات الصغيرة دي بتبني ثقة واحترام فوري. المهارة التانية هي لغة الجسد. ازاي تتكلم من غير كلمات؟ تعرف ان 7% بس من التواصل بيبقى بالكلمات، الباقي لغة جسد ونبرة صوت. حتى لو قلت الكلام الصح، لو لغة جسدك ضعيفة الناس مش هتحترمك. اقف زي القائد. تخيل شخصين واقفين قدامك، واحد ظهره مفرود وكتافه مستريحة وواقف بثقة، والتاني موطي محني باصص للأرض وعمال يتهز بتوتر. مين باين انه أقوى؟ طبعا الأولاني. وضعية جسمك بتبعت رسالة قبل ما تنطلق بكلمة واحدة. من هنا ورايح خلي ظهرك مفرود، كتافك مستريحة، راسك مرفوع. جرب ده قدام المراية، هتحس فورا بإنك أقوى. كمان إيديك ممكن تخليك باين إنك بتعبر عن نفسك بشكل أكتر ثقة. المرة الجاية وإنت بتتكلم استخدم حركات إيد طبيعية، وإنت بتشرح خلي إيدك مفتوحة، لأنك لما بتخبيهم بيبان إنك متوتر. وابعد عن إنك تشاور بصباعك كتير، لأن ده بيبان هجومي. تغييرات بسيطة في حركة إيدك ممكن تعمل فرق كبير في نظرة الناس ليك. المهارة الثالثة هي إدارة الثروة، المهارة اللي بتحدد مستقبلك. أغلب الناس بيقضوا حياتهم كلها شغالين بجد عشان يجمعوا فلوس، بس تجميع الفلوس مش هو المشكلة. المشكلة الحقيقية هي إنك تحافظ عليها وتكبرها وتستخدمها بذكاء. فكر ليه في ناس بتقبض كتير بس دايما مفلسين، وليه في ناس بتقبض مرتب متوسط بس بيبقوا أغنياء مع الوقت. الإجابة بسيطة جدا، إدارة الفلوس، إدارة الثروة. مهما كان دخلك لو مش عارف تدير فلوسك هتفضل دايما مضغوط. للأسف إن المدارس والكليات عمرها ما علمتنا إزاي ندير الفلوس. بيعلمونا إزاي نلاقي وظيفة بس مش إزاي نتعامل مع مرتبنا. بيعلمونا حساب معقد بس مش إزاي نعمل ميزانية لمصاريفنا. بيعلمونا نظريات بيزنس بس مش إزاي نهرب من فخ الديون. وعشان كده أغلب الناس عايشين من المرتب للمرتب، غرقانين في القروض وبيعانوا ماديا حتى وهم في الأربعينات والخمسينات من عمرهم. بس خليني أقولك إن مفيش وقت متأخر أبدا إنك تسيطر على فلوسك. خلينا نقسمها لقواعد بسيطة وقوية ممكن تغير حياتك المادية بشكل كامل. أول حاجة هي قاعدة 50-30-20، وهي دي دليلك للصرف الذكي. أكبر غلطة بيعملها الناس هي الصرف من غير خطة. عشان تتأكد إن فلوسك دايما شغالة عشانك اتبع القاعدة دي. 50% من دخلك يروح للأساسيات، إيجار وأكل وفواتير.
30% يروح للي انت عايزه، خروجات، شوبينج، هوايات، و20% يروح للتحويش والاستثمارات. القاعدة دي بتخليك تعيش مستريح وفي نفس الوقت بتبني ثروة مع الوقت. بس أغلب الناس بيعملوا العكس، بيصرفوا 70% على حاجات ملهاش لازمة وبيحوشوا بس لما يقبض معاهم أي زيادة، وده عمره ما بيحصل. ما تبقاش الشخص ده. ادفع لنفسك الأول، يعني شيل التحويش قبل ما تبدأ تصرف. عايز أقولك إن الأغنياء مش بس بيحوشوا، هما بيكبروا الفلوس. التحويش لوحده مش كفاية، لأن التضخم دايما بيزيد. لو حوشت 10,000 جنيه النهاردة، قيمتهم بعد 10 سنين هتقل بسبب التضخم. عشان كده محتاج استثمارات. استثمر في حاجات بتكبر مع الوقت، أسهم، صناديق استثمار، عقارات، أو بيزنس. حتى لو استثمرت مبلغ صغير كل شهر، مع الوقت هيتضاعف. مثلا لو استثمرت 500 جنيه كل شهر في صندوق استثمار كويس بمتوسط عائد 12% سنويا، في خلال 20 سنة هيكون معاك أكتر من $500,000. دي الطريقة اللي الفلوس بتشتغل بيها. كل ما تبدأ بدري كل ما تبقى أغنى. أغلب الناس بيأجلوا، بيقولوا هبدأ لما يبقى معايا فلوس كتير، ودي أكبر غلطة. ابدأ صغير، بس ابدأ دلوقتي. عارف ليه في ناس كتير مرتباتهم كويسة بس لسه مفلسين؟ لأنهم محبوسين في القروض وديون الكريدت كارد. أسوأ نوع صرف هو إنك تشتري حاجات مش محتاجها بفلوس مش معاك. هل بجد محتاج أحدث آيفون وموبايلك اللي معاك دلوقتي شغال كويس؟ هل بجد محتاج لبس ماركات غالية علشان تثبت مكانتك؟ هل بجد محتاج تاكل بره كل أسبوع؟ الغني بيستثمر الأول ويصرف بعدين، والفقير بيصرف الأول ويستثمر اللي يفيد، اللي هو ما بيبقاش في حاجة أصلا. اعمل قاعدة لنفسك: لو مش قادر تشتري الحاجة مرتين، يبقى أنت ما تقدرش تتحمل تمنها. رابع مهارة هي مهارة البقاء. المعرفة هي اللي ممكن تنقذ حياتك. ممكن يكون معاك كل فلوس العالم، بس لو مش عارف تتصرف في المواقف الصعبة، الفلوس ملهاش لازمة. أغلب الناس النهاردة ما عندهمش فكرة إزاي ينجوا لو حاجة حصلت غلط. الإسعافات الأولية، الفرق بين الحياة والموت. تخيل حد فقد الوعي قدامك، هتعمل إيه؟ أغلب الناس بيترعبوا لأنهم مش عارفين يتصرفوا، بس لو عارف إسعافات أولية ممكن تنقذ حياة. اتعلم CPR، الإنعاش القلبي الرئوي، ده ممكن يرجع دقات قلب حد. اتعلم إزاي توقف نزيف بحاجات بسيطة. اتعلم إزاي تنقذ حد بيشرق. المهارات البسيطة دي ممكن تنقذ أهلك، أصحابك، أو حتى حد غريب. معرفة تانية: إزاي تلاقي طريقك من غير GPS. النهاردة كله معتمد على خرائط جوجل، بس لو موبايلك فصل، لو انت في مكان مفيش فيه شبكة، اتعلم ازاي تستخدم علامات في الطريق، مكان الشمس عشان تعرف الاتجاهات، او قراءة خريطة بسيطة. انك تعرف تلاقي طريقك ممكن ينقذك في حالة طوارئ. المهارة الخامسة هي الاتيكيت او الذوق، وهي المهارة اللي بتخليك محترم في كل مكان. ممكن تكون غني، ذكي، ناجح، بس لو ما عندكش ذوق وأدب، الناس مش هتحترمك. الاتيكيت مش معناه إنك تبقى مزيف، هو معناه إنك تظهر الاحترام للناس، وده بيخليهم يحترموك في المقابل. فن الكلام باحترام. هل لاحظت قبل كده إزاي في ناس بتفرض احترامها أول ما يتكلموا؟ الموضوع مش بالكلمات الكبيرة، هو بالنبرة والذوق. بدل ما تقول هات البتاع ده، قول ممكن من فضلك تديني ده.
بدل ما تقول إيه، قول أنا آسف ما لقطتش دي. ممكن تعيدها. التغييرات الصغيرة دي بتخليك باين بروفيشنال أكتر ومحترم أكتر ومحبوب أكتر. حاجة زي آداب المائدة، سواء كنت بتتغدى مع أصحابك أو في عشاء عمل، طريقة أكلك بتفرق. ما تتكلمش وبقك مليان، ما تطلعش صوت وانت بتاكل، حط المنديل على رجلك، لو في بوفيه خد بس اللي هتقدر تخلصه. العادات الصغيرة دي يا جماعة هي اللي بتعمل فرق ضخم في نظرة الناس لينا. المهارة السادسة هي البرمجة، وهي المهارة اللي تخليك محدش يقدر يوقفك. في القرن 21 بتاعنا ده البرمجة مش بس للمهندسين، حتى لو انت في مجال تاني خالص تعلم أساسيات البرمجة بيديك ميزة كبيرة جدا. فكر في كده إن العالم بيبقى رقمي كل يوم أكتر من اليوم اللي قبله. كل البيزنس بقى بيتنقل أونلاين، الذكاء الاصطناعي والأتمتة بياخدوا مكان الوظائف. لو بتعرف تبرمج مش هتضطر تعتمد على حد عشان يبني لك حاجة. حتى لو اتعلمت أساسيات تقدر تأتمت المهام المملة، تبني موقعك الخاص أو تعمل أبليكيشن يحل مشكلة حقيقية. البرمجة زي لغة جديدة بنكلم بيها الكمبيوتر. ابدأ بلغات بسيطة زي البايثون، ودي ممتازة للمبتدئين، HTML و CSS عشان تبني مواقع، أو جافا سكريبت عشان تخلي المواقع تفاعلية. مش لازم تبقى خبير، بس معرفة الأساسيات هتخليك سابق غيرك بكتير. المهارة السابعة وهي التسويق، الماركتينج، هي المهارة اللي بتتحكم في كل حاجة في العالم. ايه المشترك بين أبل وتسلا وكوكاكولا؟ كلهم بيبيعوا منتجات الناس عندها بدايل ليها. في آلاف الموبايلات بس الناس بتشتري الآيفون. في ماركات عربيات كتير بس تسلا بقت مسيطرة. في مشروبات كتير بس كوكاكولا هي الملك. وده ليه؟ ده بسبب التسويق. التسويق مش بس إنك تبيع منتج، التسويق هو فهم رغبات الناس ومشاعرهم، إنك تخلي الناس تصدق إنهم محتاجين حاجة، إنك تخلق طلب ما كانش موجود. ممكن تفكر وتقول أنا ماليش في البيزنس، ليه أهتم بالتسويق؟ بس الحقيقة إن كل حاجة في الحياة تسويق. انترفيو الشغل أنت بتسوق فيه لنفسك، السوشيال ميديا أنت بتسوق لأسلوب حياتك، بتعرف أصحاب جداد، بتسوق لشخصيتك، بتقنع حد بحاجة، بتسوق لأفكارك. التسويق هو القدرة على التأثير وإقناع الناس. لو أتقنت التسويق عمرك ما هتتعب عشان تلاقي شغل أو عملاء، والفرص دايما هتخبط على بابك. هتكون قادر تبيع أي حاجة، منتجات، أفكار، أو حتى نفسك. أغلب الناس فاكرين إنهم بياخدوا قرارات منطقية، بس الحقيقة إن الناس بتاخد قرارات عاطفية وبعدين يبرروها بالمنطق. التسويق هو فهم العواطف دي واستخدامها علشان تخلق منها قيمة. المهارة التانية هي مهارة إدارة الوقت، وهي المهارة اللي بتتحكم في حياتك كلها. عمرك سألت نفسك ليه في ناس بيحققوا نجاحات ضخمة في حين إن ناس تانية بيعانوا وهم معاهم نفس 24 ساعة؟ الموضوع مش ذكاء ولا حظ، الموضوع هو إزاي بيستخدموا وقتهم. الوقت يا جماعة هو أغلى مورد في العالم، عكس الفلوس. الوقت اللي بيروح ما بيرجعش. أغلب الناس بيضيعوا وقتهم في حاجات ملهاش لازمة، وبعدين يشتكوا إن ما عندهمش وقت يبنوا مستقبلهم أو يتعلموا مهارات جديدة. كل شخص ناجح هو ماستر في إدارة وقته. ما بيخلوش المشتتات تسيطر عليهم، ما بيسيبوش السوشيال ميديا تسرق تركيزهم، ما بيضيعوش وقتهم مع ناس أو حاجات مش بتساعدهم إن هم يكبروا. لو ما سيطرتش على وقتك، وقتك هو اللي هيسيطر عليك. بص على روتينك اليومي،
بتقضي كام ساعة بتقلب في الموبايل؟ بتضيع وقت قد إيه في التفكير الزيادة بدل ما تبدأ تنفذ؟ كل ثانية بتضيعها هي وقت مش هيرجع تاني. رتب أولوياتك. أغلب الناس زحمة وعايشين في زحمة بس مش منتجين. المفتاح للنجاح هو إنك تعمل حاجات أقل بس تعملها أحسن. اسأل نفسك، هل المهمة دي بتقربني من أهدافي؟ هل دي هتفرق كمان 5 سنين؟ لو في حاجة مش بتساعدك تكبر اتخلص منها. كمان اتعلم تقول لأ من غير تأنيب ضمير. من أكبر أسباب فشل إدارة الوقت هو إنك بتقول أيوة لكل حاجة. صاحبك عايز يضيع ساعات في الرغي، بتقول أيوة. خروجة ملهاش لازمة، بتقول أيوة. إشعارات على الموبايل بتشتتك، بتقول أيوة. الناجحين بيحموا وقتهم وكأنه دهب. جرب تستخدم قاعدة 80-20. القاعدة دي بتقول إن 80% من النتائج بتيجي من 20% من المجهود. ركز بس على 20% اللي بتجيب نتائج حقيقية، وأول ما تتقن إدارة الوقت حياتك كلها هتتغير. المهارة التاسعة هي اتخاذ القرارات، ودي المهارة اللي بتحدد مستقبلك. كل اختيار بتاخده بيشكل حياتك. اختيار الوظيفة الصح ممكن يخليك غني، والغلط يخليك تعيس. شريك الحياة الصح بيجيب سعادة، والغلط بيجيب سنين من العذاب. الناجحين شاطرين جدا في اتخاذ القرارات. أغلب الناس بيعانوا، بيفكروا زيادة، بيسألوا آراء ناس كتير، بيأجلوا القرار وفي الآخر ما بياخدوش قرار أصلا. طيب إزاي تاخد قرار صح من غير تفكير زيادة؟ بطل تدور على آراء كتير. كل ما تسأل ناس أكتر هتتشتت أكتر. اسأل نفسك، أنا بجد عايز إيه؟ إيه النتائج طويلة المدى للاختبار ده؟ كمان استخدم قاعدة 10-10-10 وانت قدام أي قرار صعب. اسأل نفسك، هحس بإيه تجاه القرار ده بعد 10 دقايق، بعد 10 شهور، وبعد 10 سنين؟ ده بيساعدك تفكر للمدى البعيد بدل ما تاخد قرارات عاطفية لحظية. خد خطوة وتعلم من غلطك. مفيش قرار مثالي بنسبة 100%، بس أسوأ غلطة هي إنك ما تاخدش قرار نهائي. المهارة العاشرة هي الالتزام الذاتي، ودي المهارة اللي بتفرق بين الكسبان وبين الخسران. كل الناس عندها أهداف، بس قليل قوي اللي بيحققها عشان ما عندهمش التزام. الالتزام هو إنك تعمل اللي لازم يتعمل حتى وإنت مالكش نفس تعمله. إنت مش محتاج تحفيز لو عندك التزام، مش محتاج إلهام لو عندك التزام. الالتزام هو الكوبري اللي بين الأهداف والنجاح. اتقن المهارة دي ومفيش حاجة هتقدر توقفك. احنا غطينا النهاردة 10 مهارات قوية لتطوير الشخصية ممكن تغير حياتك تماما. بس افتكر، المعرفة لوحدها مش كفاية، المهم هو التنفيذ. ابدأ طبق المهارات دي النهاردة خطوة بخطوة، وهتشوف تغييرات رهيبة في ثقتك ونجاحك وعقليتك. نموك في ايدك انت. خليك دايما بتتعلم وبتحسن من نفسك، وعمرك ما تبطل تكون أحسن نسخة من نفسك. لو عجبكم البودكاست ده وشفتوا إن هو مفيد، اعملوا سبسكرايب لو كنتوا لسه ما عملتوش، علشان تتابعونا في دروس جاية تانية ومواضيع تانية هنناقشها سوا ونتكلم فيها مع بعض بأريحية. واشوفكم المرة الجاية على خير يا رب إن شاء الله.